بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أحبتي أينما تكونون ورحمة الله وبركاته. كما عودناكم نتحفكم بروايات ومصاديق أهل البيت عليه السلام بما يخص شهر الله، ونحن في رحاب الله وهو شهر رمضان، لكي نسأل من الله أن نتقرب إلى الله في هذه الأحاديث والمصاديق، لأن يجعلنا نكون من القائمين والصائمين ببركات محمد وآله الطيبين الطاهرين. كما جئتكم اليوم أحبائي إخواني إخواتي مشاهدينا عن الرسول، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لكل شيء زكاة، وزكاة الأبدان الصيام. يعني أحبائي إخواني في الله، زكاة الأبدان الصيام يعني أولا أن نغض أبصارنا، أن نحفظ فروجنا، أن تسكن جوارحنا في رحاب الله عز وجل، أن نكون نحن صائمين لله وعابدين في دعائنا، في زيارتنا للحسين، في إعطاء الصدقة لدفع البلاء عن سيد ومولاي صاحب العصر والزمان. ونسأل الله وإياكم أن يجعلنا من الثابتين والصائمين والقائمين ببركة محمد وآله الطيبين الطاهرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.